السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، انا داخل على جواز، وكنت بتكلم انا وخطيبتي يعني في اننا لو اجلنا الخلفة اول 6 شهور بدل ما نخش في تعب حمل في الاول يعني وكده، ونعيش نعرف نعيش شوية يعني. يا سلام. الموضوع ده في مشكلة؟ يعني لا أنصحك بهذا، لأن النبي قال تناكحوا فإني مكاثر بكم، وما ندرك أنك بعد 6 شهور هتخلف على طول. إذا أردت توكل على الله وتنجب، يكون عندك ولد اسمه محمد حلو كده، ولا عبد الله، عبد الرحمن، سعد، مسعد، حاجات حلوة. انت هتجلس انت وهي يعني ترقصوا مع بعض. موضوع تنظيم الأسرة بقى يا شيخ يعني. تنظيم؟ ما في تنظيم أسرة، يضحكوا عليك بتنظيم الأسرة. عندنا فقط والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طب ولو جبنا 7 8 عيال يا شيخ هنصرف عليهم منين؟ ألف بركة يعني. يا أخي صل على رسول الله. عليه أفضل الصلاة والسلام. يا أخي أنا أكلمك وأنا عندي 29 ولد وبنت، ما أنا أرزقهم، الرحمن يرزقهم. في أسباب طبعا نسلكها الحمد لله، لكن اطمئن أن الرزاق هو الله، يرزقك وأنت في بطن أمك، يسجل لك الرزق وأنت في بطن أمك. أنت تفكر أنك الرزاق، ما أنت إلا أداة. الولد الثاني إذا جاء سيأتيك الله برزقه. يعني ممكن واحد مخلف واحد فقط والولد مدوخه في الأمراض، يقول يا ليته ما ولد. مش في كده؟ في ولد يأتيك معوق وعنده سرطانات، لا انت عارف تعيش معاه، ولا انت عارف تموته، ولا انت عارف، ويضيعك ويضيع امك. امتاز. سيدنا يعقوب كان عنده كم ولد؟ عنده كتير. كم يعني؟ 11. 12 يا حبيبي. 12 انت نسيت. ايوه، ده في غيرهم كمان يعني. الشاهد من هذا الباب، وسليمان يقول لأطوفن الليل على 60 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فلا بس لا لم يقل إن شاء الله. والنصوص في الكتاب والسنة الله يقول وأمددناكم بأموال وبنين. ده على سبيل الامتنان ولا على سبيل العقاب؟ لا، على سبيل الامتنان. على سبيل الامتنان. طبعا. انت ليك كم اخ؟ انا ليا 3. لا، ابوك ما كانش مجتهد الله يغفر له، لكن تتمنى يكون لك واحد بس ولا 3؟ بس في دلوقتي يعني احنا مصنفين دلوقتي في الفقير في الغني. طب يعني أكيد يعني. وطول الحياة وطول الدهر والدهور كلها في الفقير وفي الغني ولا لا؟ في طبعا. طيب يا أخي احسن الظن بالله، احسن الظن بالله. احنا طبعا بنحسن الظن بالله، بس ممكن نكون دلوقتي عايزين نعلمهم تعليم كويس، عايزين نعيشهم حياة كويسة. أنا ما زلت أقول لك أحسن الظن بالله. الخليل قال ماذا يا حبيبي؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. من رزق هاجر وإسماعيل يا أخي؟ ربنا طبعا. من القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ربنا اللي قال كده، متأكد من كده. من القائل وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ ونعم بالله. من القائل إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه؟ ونعم بالله. يأتي الملك يقول كم الرزق يا رب؟ من اللي بيسجل الرزق؟ بأمر من؟ أليس بأمر الله؟ ونعم بالله. طيب نوح يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. معذرة اسمح لي أقول عليك أن تستغفر الله من ظنك الذي كما ينبغي بالله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أمير نايمة يقول ماذا تشرب؟ اشرب مية بليمون وشاي ومية عادية، مية بليمون وشاي مية عادية. ماذا تريد؟ تعال تفضل. من الطريف الأخ اللي اسمه أمير ولا اسمه إيه، الله يغفر له. من الطريف يا إخوة
أنا في محاضرة بس أذكر الناس لأن الناس تختلف في أفهامها. في محاضرة في فضائل صحابة رسول الله في أحد المساجد، جينا عند فضل جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه. المحاضرة كانت ساخنة إلى حد ما، فالإخوة الكرام أتوني بكوب من الشاي لشربه، فلما أتوني بكوب من الشاي أشربه شغلت والله مع المحاضرة عن الشاي، ظنوا أنني أحتاج ينسون فجابوا كوب ينسون، فإذا بورقة تأتيني لاذعة مؤذية كده من أحد الجلوس يقول فيها: يا شيخ أين الزهد ألا تتقي الله، شاي وينسون في آن واحد. قلت له: والله يا أخي ما طلبت إلا شاي ولا طلبت ينسون. فيعني الإخوة يرفقوا شوية بين المية الآن ماء وماء بليمون. بارك الله فيك. إذا قلت الليمون غالي الآن دي تبقى مشكلة تانية دي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا عندي سؤال. أنا عندي معمل تحاليل. الله يعينك. الأطباء يطلبون نسب عشان يرسلوا المرضى يعني. حتى يرسلوا إليك المرضى. لا تعطيهم. هم بيستغلوا هذه إذا لم أعطيهم فهم يعني يسومون سمعتهم. هذه من لصوصية الأطباء هذه الأيام. المريض لا يحتاج إلى تحاليل ويرسلوه لمعمل التحاليل يزيدون العبء عليه مقابل ماذا؟ يزيدون العبء عليه مقابل الرشوة التي يأخذونها. فهو متفق مع معمل التحليل، كل روشتة تأتيك من ناحيتي لي فيها مثلا 5% 10%، فكذا يقولون يزيدون المريض عنة إلى مرضه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فضلك الله يا شيخ. صحة حديث النبي الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله متى الساعة قال وماذا أعددت له. صحيح. شكرا سيدي. الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم جميعا يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي بعض الأسئلة القصيرة. صحة حديث لا صلاة للفذ خلف الصف وأمر الفذ أن يعيد صلاته. أرى أن الحديثين ضعيفان، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والثاني حديث وبيصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف منفردا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. أرى الحديثين ضعيفان. نعم. هو الفذ بهذه الصيغة. نعم. هو الصيغة بصلاة الفذ هذه الصيغة. لما وردت هذه في معلم إلا في حديث صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاة الفذ في بعض الطرق، أما في حديثنا صلاة المنفرد خلف الصف كما ذكرت لك. شكرا. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا. صحة هذا الحديث؟ لا يصح. لكن في الباب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. نعم.